عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية من سورة البقرة أنزلها الله سبحانه وتعالى في شرائط الإنفاق المتقبل عند الله، فقال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. والمن له معان، منها ذكر النعمة على معنى التعدد أي تعديد لها والتقريع بها والأذى. فالذين ينفقون أموالهم فيها مسائل، منها أنها نزلت في سيدنا عثمان وعبد الرحمن بن عوف، فأما عثمان فقد جهز جيش العسرة واشتهر بها ب1000 بعير بأقتابها و1000 دينار، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يقول: يا رب، عثمان رضيت عنه فارض عنه. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف فإنه تصدق بنصف ماله 4000 دينار، فنزلت الآية بهما لأن الله سبحانه وتعالى علم ما في قلوبهم من إخلاص وطلبا للخيرية التي عند الله. إذن أخوتي في الله، المن في هذه الآية ما معناه؟ ولماذا ذكره الله سبحانه وتعالى وجعله علامة من علامات الإبطال؟ فهل الإنفاق على الآخرين فقط الغرباء؟ لا، الإنفاق على الذات، الإنفاق على الأولاد، على الزوجة، ثم يتعدى بعد ذلك على القربى والجار. والمن الذي يتبعه هذا الإنفاق يفسد هذا الإنفاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكافة المؤمنين كانوا لا يؤذون أحدا مما ينفقون عليهم ولم يسمعوه شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى يغار على الفقراء ويغار على الضعفاء، فكيف بمن واساهم ووقف معهم؟ فالمن الإنعام، يقال قد من الله على فلان إذا أنعم، أو لفلان على منة فإذا أنعم الله عليه نعمة. والمن يأتي أيضا بالنقصان، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، غير ممنوع، غير منقوص. لذلك سمي الموت منون، أي نقص الأعمار وقطع الأعذار. فمن هذا الباب المنة مذمومة، لأنها تنقص من قيمة الإنفاق وتكدرها. وقال العرب: زاد معروفك عندي عظما، إنه عندي مستورا، حقير تتناساه كأنه لم تأتيه، وهو في العالم مشهورا. أخوتي في الله، عرفتم المن وعرفتم جانبيه. من من الله بغير حد، ومنع من نقصه على الناس. فمن أراد الإصلاح بين الناس عليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيأتي هذا الغني فيسأله، وهذا المصلح فيسأله. إن الفقير الآخذ بالصدقة مكسور القلب لأجل حاجته إلى تلك الصدقة، وهو غير معترف باليد العليا للمعطي إذ جاءه فاعترف بحاجته فألزمه حجة، وهذه مسألة حقيقة خطيرة. أما الثانية فإن إظهار المن يبعد أهل الحاجة على الرغبة في صدقته، يعني يعطي المال ثم يصور سيلفي معه، يعطي المال ثم يقول أعطيت وأعطيت وأعطيت، وإذا اختصم قال ألم تذكر أني أعطيتك. ومن وجهة أخرى فإن المعطي يجب أن يعتقد أن هذه النعمة من الله تعالى عليه منا، فلا يجوز أن ينقصها على عباد الله. فأخوتي في الله، كونوا ممن يعترف بالمنة بلا منة على خلقه، والله سبحانه وتعالى سيعطيكم زيادة.